الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رمضان خلاص قرب. أهم حاجة عندنا في رمضان هي الحلويات، يمكن كمان أهم من الوجبة الرئيسية. وطبعا كل حاجة دلوقتي غليت، والبيض بالذات اللي كل الحلويات بتعتمد عليه بقى غالي جدا. كل اللي محتاجينه وصفة تبقى سهلة وبسيطة، مش محتاجة مقادير غالية. مش هنستخدم بيض النهاردة، ومش هنستخدم حتى الفرن. الحلو بتاعنا النهاردة لقمة الباشا، حاجة كده تركي جميلة وناعمة وباردة وسهلة جدا، ومقاديرها موجودة في كل مطبخ. من سهولتها ممكن تعمليها كمان كل يوم. احتفظي بالوصفة دي لشهر رمضان، هتنفعك جدا في عزومات، لو عندك ضيوف. ما بتاخدش وقت، وزي ما قلتلك ملهاش مقادير معقدة، بس حرفيا جاتوهات يا بنات. تعالي نشوف عملنا القمر ده ازاي. انا زي ما قلتلك احلى حاجة في الوصفة دي انها ما بتحتاجش مقادير كتير. كل اللي هنحتاجه كوباية دقيق، وبنفس كوباية الدقيق دي هناخد كوباية سكر بس كده. ومعايا لتر لبن، انا جبت كيس لبن بخيره اللي هو الكيلو. عود قرفة، وده اضافة من عندي انا، هو مش اساسي في الوصفة خالص. وكيس فانيليا. بس دي كل المقادير الأساسية في الوصفة. هنحط كمان معلقتين زبدة، وأنا هحط من عندي قطعة شوكولاتة بيضة، وبرضو الشوكولاتة البيضة مش أساسي في الوصفة. هنزل بقى بلتر الحليب في الحلة، وهحط عليه الدقيق، كوباية دقيق، معلقتين كبار من الزبدة، وقطعة شوكولاتة بيضة. وبعدين هحط كوباية السكر بنفس معيار كوباية الدقيق، وهفضي الفانيليا ونقلب. قلبي كل المقادير دي على البارد قبل ما ترفعيها على النار عشان ما تكلكعش منك على البوتاجاز. دلوقتي هحط عود القرفة الخشب أو السيجار وارفعها على النار. أول ما نحطها على النار إيدك ما تتشالش منها، تفضلي تقلبي تقليب مستمر عشان الدقيق ما يلزقش في الحلة من تحت ويتحرق. أنا هفضل أقلب لحد الدقيق ما يغلي ويستوي، مش بس يتقل، مش من أول ما يتقل كده إحنا هنطفي عليه، لا استني بقى لحد ما كل الدقيق اللي قدامك ده يغلي كده ويطلع بقليل من كل حتة، عشان ما تحسيش بطعم الدقيق في الآخر في الحلويات. لازم تتأكدي ان الدقيق كله استوى. بقلب كده من وقت للتاني بالسباتولا، وبلم الجناب وقعر الحلة من تحت عشان ما يشطش. هجيب بقى هنا صاج مقاس 30 في 40، هياخد المقادير اللي احنا حطيناها. لو انت عاملة نص المقادير هتصغري الصاج شوية. وبغلفه من تحت بجوزة الهند. رشي بقى رشة حلوة كده من جوزة الهند، وما تخليش اي حتة مكشفة في الصاج عشان العجينة دي ما تلزقش فيها. هصب بقى العجينة على الصاج، وانتي بتصبي بايدك كده وزعيها، ما تدلقيهاش كلها في حته واحده وترجعي لما نيجي نفردها هتعذبك. بالسباتولا بقى او باي سكرابر عندك، وابدأي افردي العجينه بشويش كده، عشان جوزة الهند هتلاقيها بترفعها وتسحبها معاكي. افردي بشويش كده لحد ما تغطي بيها كل الصينيه من تحت. اشتغلي فيها وهي سخنه، لو سبتيها لما تبرد هتعذبك. اول ما تنزليها من على البوتاجاز صبيها على طول في الصينيه. وبحاول اساوي وشها كده باي سكرابر او اي قطاعه عشان يبقى ملمسها من فوق ناعم ومتساويه، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. بس كده. بلم بالسباتولا بقى الحاجات اللي لازقه على الصينيه، وبدخلها التلاجة ساعتين. انا بقيتها ليله في التلاجة واشتغلت فيها تاني يوم. لازم تتاكدي انها بردت جدا ومسكت كويس. هجهز بقى هنا شويه من الكريم شانتي. انا جبت كيسين من الاكياس الجاهزه دي، الكيس 45 جرام. هحط عليهم نص كوبايه ميه، دي ميه ساقعه متلجه فيها تلج اهي. ممكن تحطي لبن، بس انا بحب الكريم شانتي بالميه احسن، بيمسك اكتر. واضربيهم بقى بالمضرب الكهرباء العادي لحد ما تتقل معاكي. كريم شانتيه زي اللي بنعمله لاي تورته. الكيسين دول عملوا معايا كميه حلوه، مش محتاجه اكتر من كده. لو عندك الكريم شانتيه بودره سايب بتاخدي بس كوبايه واحده. لازم نضربه لما يعمل معايا كريمه تقيله. اول ما تقل معايا هو بدأ يعمل اشكال بالكريمه، خلاص هي كده معايا بقت جاهزه. هطلع بقى الصينيه بتاعتي من التلاجة. اتأكدي ان الوش ماسك كويس جدا، مش بيلزق في ايدك. وهنزل عليها بقى بالكريم شانتيه. ووزعي بقى الكريم شانتيه بالتساوي كده على وش الصينيه. برضو هستخدم السكرابر بتاع التورته وافرد الكريم شانتيه على الصينيه عشان ما تبقاش عاليه من حته ونازله من حته. خدي وقتك بقى وافرديها بشويش عشان تبقى مظبوطه معاكي.
بالسكينة بقى وهبدأ أقطعها، بقسمها بالنص بالطول كده، وبعدين بالعرض باخدها بالمقاس اللي أنا عايزاه. ممكن تقطعيها بنفس مقاس قطعة الجاتو، أنا قطعتها أصغر شوية. هتطلع معاكي كمية حلوة جدا وعدد حلو قوي. وصفة حلوة جدا يا بنات، على الرغم من إن مقاديرها بسيطة ومتوفرة في كل بيت، مش متعقدة، مش محتاجة فرن، مش محتاجة بيض، بس في الآخر تحفة وطعمها جميل جدا. التشكيلة التقليدية للوصفة دي إن انتي بتلفيها رول، بس أنا حبيت أغير وعملتها كده شبه الجاتو. قسمت الحتة 2 وحطيتهم على بعض، بقت شبه قطعة الجاتو. دي سهلة، أسهل من اللف الرول بيغلب شوية، بس برضو هوريكي إزاي تلفيها رول بيبقى شكلها حلو برضو، بس ده شكل مختلف عن الشكل التقليدي للقمة الباشا. لقمة الباشا بتبقى معروفة إن هي ملفوفة رول. عملت كمان، حاولت أعمل الشكل المثلث بس ما طلعش شكله حلو قوي فشلتها. هي بس ما اتقطعتش معايا مظبوط، لو ظبطت ايدك وقطعتيها هتبقى حلوة برضو، بس ما كانتش مظبوطة معايا. ده الرول اهو، بتلفيها كده، بتاخديها وتسحبيها وتلفيها حوالين بعضها، بتتلف معاكي بسهولة جدا. هوريكي كمان واحدة ازاي تلفيها رول. انا بس بوسع لها كده وببدأ اخد طرف القطعة وابرمها بقى، لفيها، اضغطي عليها ولفي، وهكمل الباقي بقى قطع. سهلة جدا وحلوة جدا، ما بتاخدش اي حاجة، ما خدتش مننا لا وقت ولا مجهود ولا حتى مقادير. انا زينتها بالكريز الجاهز بتاع التورت، ممكن تحطي عليها الكريسبي الملون ده، بس الكريز لقيت شكلها احلى. حلوة جدا ورقيقة جدا، حاجة كده تحفة. دقتها طبعا، طعمها صدمني قد ايه، طعمها جميل ميلكي كده ومزبدة وطعمها حلو قوي. الناس اللي بتحب المهلبية والكاسترد والحاجات دي هتعجب بيها جدا. وده حبايبي كان الفيديو بتاعي النهاردة. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتك. لو حبيتي تجربيها اكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.